تعرف الممثله الحائزه على جائزه الاوسكار كيت بلانشيت اول دور طلعته كان ايه؟ طبعا اول دور طلعته كانت لسه في كومبارس، طلعت في فيلم 3 مشاهد بس اللي انا انبهرت بيه بقى لما عرفت الفيلم ده كان ايه، وهو كان فيلم لاحمد زكي، فيلم كابوريا، وكانت طالعه من البنات اللي بترقص مع احمد زكي لما كان بيغني اغنيه ازاز كابوريا. الفتره دي كانت هي هنا في مصر وطلعت كومبارس في الفيلم كده بالصدفه، او لما هي عرفت ان في فيلم لاحمد زكي حبت ان هي تطلع فيه. والصراحه ان انا بشوف ان هي اللي محظوظه انها طلعت مع احمد زكي، مش احمد زكي الله يرحمه هو اللي محظوظ. ولو جيت سالت اي حد في نجوم الفن مين الفنان الحقيقي اللي ضحى بحاجات كتير حتى الفلوس عشان يعمل فيلم حلو، هتلاقي احمد زكي. اي فنان تاني مهما كان شاطر فهو كان بيعمل الفن من اجل الفن والفلوس برده، مش هنكدب على بعض. انما احمد زكي مات وهو عنده شقه وعربيه كحيانه، هو ما كانش همه خالص الفلوس، هو كان بياخد بالعكس الفلوس وبيصرف منها على الفن. وان شاء الله هعمل حلقه كامله عن احمد زكي وازاي ضحى بحاجات كتير من اجل ان هو يطلع عمل جاي. في الاخر شابوه لاحمد زكي، وريتنا ورا له الفاتحه. ولو بتحب تتابع كل اخبار النجوم وتحب تعرف نجمك المفضل ازاي ابتدى من الصفر لحد ما بقى نجم، خش اشترك في القناه كده ولف لفه اتفرج على الفيديوهات الكتيره.